الوزرة. إذا انتبهوا، الدرس الثاني لوسون دو من بين الدروس المقررة في الامتحان الجهوي نجد لوسون دو فيتاس موين. أولا ماذا نعني بفيتاس موين؟ فيتاس يعني السرعة، موين المتوسطة. إذن السرعة المتوسطة، إذن بكل بساطة السرعة المتوسطة هي كالتالي. العلاقة ديالها هي Vn تساوي d على t، بحيث أن d هي المسافة و t هي المدة. d c'est la distance et t c'est le temps écoulé. Alors faites attention. Donc مثلا نستعمل هذه العلاقة. مثلا لدينا مدينتين، المدينة A والمدينة B، تفصل بينهما مسافة تسمى المسافة D. مثلا سيارة معينة، هذه سيارة أرادت قطع هذه المسافة، إذا بدأت هنا مع 8 صباحا ووصلت إلى B مع نقول مثلا 12 دقيقة ساعة. إذن هذه السيارة يمكن حساب سرعتها المتوسطة عن طريق قسمة المسافة دي. مثلا نقول أن المسافة دي هي 100 كيلومتر، يعني عن طريق قسمة 100 كيلومتر على المدة من 8 صباحا إلى 12 زوالا. كم هي المدة هنا؟ من 9 10 11 12 4 ساعات. دونك هنا 4 ساعات، تي تساوي 4 ساعات. إذا يمكن حساب السرعة المتوسطة عن طريق قسمة 100 كيلومتر على 4 ساعات. إذا 100 كيلومتر مقسومة على 4 ساعات، 100 مقسومة على 4، إذا 25 كيلومتر على الساعة هي سرعة هذه السيارة. مثلا رغم أن هذا ليس في الواقع، لا يوافق الواقع، ولكن هنا 25 كيلومتر في الساعة. إذا هذه السرعة المتوسطة لهذه السيارة، ولكن هذه السيارة في هذا الطريق هذا غادي تلقى واحد البانو ديال 60، وممكن تلقى واحد البانو ديال 100. غير تمشيت بهاد 60 هنا تنهضروا على السرعة اللحظية، لا فيتاس انستونطاني. فيتاس انستونطاني. شنو هي الفيتاس انستونطاني؟ هي السرعة اللحظية في تلك اللحظة. يعني في تلك اللحظة تسير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، هنا 100 كيلومتر في الساعة. إذا هنا السرعة المتوسطة بحال إلا تنحسبوا المعدل. إذا هنا تنحسبوا مثلا لو موين، المعدل. إذا هنا السرعة اللحظية. كيف نقيس السرعة اللحظية؟ هنا السرعة اللحظية تظهر لنا في عداد السيارة، عداد تلك السيارة، هذيك الكونتور، أو لا عن طريق الرادار ديال البوليس. ممكن نستعملوا الرادار ديال البوليس لحساب السرعة اللحظية. مفهوم؟ إذا هذا كل ما في السرعة المتوسطة. الآن غادي نديرو واحد التمرين، غنبين لكم واحد التمرين الآن باش نديروه. هنا واحد التمرين. إذا لاحظوا هذا التمرين، هنا لدينا العداء هشام القروج في هذا التاريخ قطع مسافة 1500 متر، 1500 متر في 3 دقائق و26 ثانية. قطع هذه المسافة في هذه المدة.
مفهوم؟ إذا السؤال هو حساب السرعة المتوسطة لهذا العداء بالمتر على الثانية ثم بالكيلومتر على الساعة. سنتحدث أولا عن الوحدات ثم سننتقل إلى إنجاز هذا التمرين. إذا هنا سأكتب هذا في السبورة. دي كم هي؟ دي هي 1500 متر اللي هي كيلومتر ونص. دي تساوي 3 دقائق و26 ثانية. إذا نرجع إلى البث الآن. إذا انتبهوا، سنتحدث عن الوحدات أولا. شنو هي الوحدة العالمية للسرعة؟ الوحدة العالمية، لتحديد الوحدة العالمية للسرعة يجب تحديد الوحدة العالمية للمسافة والوحدة العالمية للوقت. عندنا في ام تساوي دي على تي. شنو هي الوحدة العالمية للمسافة؟ هي المتر. شنو هي الوحدة العالمية للمدة؟ هي السكوند. إذا الوحدة العالمية للسرعة المتوسطة هي المتر على السكوند. مفهوم؟ المتر على السكوند. دونك l'unité internationale الوحدة العالمية. l'unité internationale du D c'est le mètre. l'unité internationale du T c'est le seconde. l'unité internationale du VM c'est le mètre par seconde. alors ممكن نكتبوها بهذا الشكل متر par seconde، نكتبوا الوحدة بهذا الشكل، أو أيضا يمكن كتابتها بهذا الشكل متر بوان سيكوند موان زيرو. مفهوم؟ لماذا هاد السيكوند موان زيرو؟ لأننا طلعنا هاد السيكوند إلى أعلى. مثلا في الماط عندكم 1 على 10 أس جوج. هنا درنا أس جوج. كون درنا مازال نشرح مثال آخر. دونك 1 على 10 أس جوج هي تساوي 10 أس ناقص 2. طلعنا هاد 10 للفوق. مفهوم؟ أو لا أيضا 1 على 10 تساوي 10 أس ناقص 1، لأنه عندي هنا واحد مخفي. مفهوم؟ إذا ثم هذه لونيتي انترناسيونال اللي سميتها لونيتي انترناسيونال. الوغ ماغاديش نكمل انترناسيونال فقط غندير انتر. ثم شنو هي لونيتي اوزيال؟ لونيتي اوزيال. الوغ لونيتي اوزيال سي الكيلومتر على الساعة. ما شنو تعني لونيتي اوزيال؟ اوزيال بمعنى الاعتيادية التي نعتادها في حياتنا اليومية. الاعتيادية اللي متعودين عليها في الحياة ديالنا اليومية. كما قلنا أن السيارة قبل قليل حسبنا سرعتها بالكيلومتر على الساعة، لأن الكونتور ديال السيارة يحسب بالكيلومتر على الساعة، يعني الوحدة الاعتيادية. ولكن الوحدة العالمية هي هذه اللي تنستعملوا في العلاقات. أيضا هذه تنستعملوها في العلاقات. ثم إذا ممكن نكتبوها بهذا الشكل، أو إذا قولوا لي أنتما ممكن نكتبوها كيلومتر بوان اور موان زيرو. مفهوم؟ هذه طريقتين لكتابة هذا. إذا الآن غادي نمروا للتمرين. السؤال هو حساب السرعة المتوسطة لهشام القروج بالمتر على الثانية ثم بالكيلومتر على الساعة. إذا en mètre seconde moins 1. On a VM. ماذا هي VM؟ هي D على T. شحال تساوي D؟ avec D égale 1500 متر كيلومتر ونص. alors هنا إذا V و VM تساوي 1500 متر sur
شنو هي تي؟ 3 مينوت 26 سكوند. دونك سور تي شنو هي تي؟ هي 3 مينوت 26 سكوند. الوغ هذه خصنا نحولوها الى الثانيه. شنو هي الطريقه باش غادي نحولوها الى الثانيه؟ الوغ 3 مينوت هي 3 في 60 زائد هاد 26 سكوند. هذه راه عندي موجوده بالسكوند، هذه عندي بالمينوت، خصني نحولها الى الثانيه. الوغ كيفاش غنحولها الى الثانيه؟ غادي نضربو 3 مينوت في 60 سكوند، لان كل مينوت شحال فيه ديال السكوند؟ فيه 60 ثانيه. فوالا، اذا هنا زائد 26 ثانيه تساوي اذا 180 زائد 26 تساوي اذا 206 سكوند. فوالا، اذا في ام شحال تساوي الفي ام؟ هي 1500 متر سور 206 سكوند. اسمحوا لي نستعمل المحسبه. Donc 1500 divisé par 206. Donc 7,28 mètres par seconde. إذا هنا حولناها إلى المتر على الثانية، لأن عندي دي بالمتر والدي خصني ضروري نحولو إلى السكوند. أيضا إذا كان عندي هذا دي بالكيلومتر خصني ضروري نحولو للمتر، حيت عندي المتر على السكوند، المتر على الثانية. إذا خصني نحول دي إلى المتر والدي إلى السكوند باش نحصل على متر على السكوند. مفهوم؟ الآن بغينا نحولو هاد المتر على السكوند إلى الكيلومتر على الساعة. كيف سنقوم بذلك؟ نحتفظ بهذه النتيجة هذه. كيف سنقوم بذلك؟ انتبهوا، en kilomètres par heure. انتبهوا، هنا غادي ندير واحد العملية هنا باش انكم تعرفوا الطريقة باش نحولوا من المتر على السكوند إلى الكيلومتر على الساعة. عندي 1 كيلومتر شحال تيساوي بالمتر؟ قولوا لي نتوما. تيساوي 1000. هادشي راه انطلاقا من جدول التحويلات اللي قريتو في السبعة. يعني تيساوي 1000. ثم 1 ساعة شحال تتساوي بالسكوند؟ دونك تتساوي 3600. إذن هادي معارف خصكم تعرفوهم. مفهوم؟ الساعة تساوي 3600 سكوند، الكيلومتر يساوي 1000 متر. حفظهم، إلا ما كنتيش عارفهم حفظهم. مفهوم؟ إذا الكيلومتر على الساعة كم تساوي من المتر على الثانية؟ دونك هي 1000 متر هي على 3600. غير نختزل بالاصفار، نختزل بهذا مع هذا، هذا مع هذا، نختزل بهذا هنا. غادي ندير الفصيل، هذا ما عنديش في الصفر اللي غادي نختزل به، اذا غادي ندير الفصيل. دونك هذه طريقه حسابيه ممكن كاع تحسبها انت بالمحسبه العلميه. دونك هنا 1 على 3.6. اذا هنا الا بغيت نتحول من الكيلومتر على الساعه الى المتر على الثانيه خصني نقسم على 3.6. إلا بغيت نتحول من الكيلومتر على الساعة إلى المتر على الثانية، إلا بغيت ندير هذا الباساج خصني نقسم على 3.6. إلا بغيت ندير العكس خصني نضرب في 3.6. مفهوم؟ إذا هنا شنو؟ حنا بغينا نتحولوا من المتر على الثانية إلى الكيلومتر على الساعة. إذا هنا كيلومتر على الساعة من المتر على الثانية إلى الكيلومتر على الساعة، يعني غادي نضرب في 3.6. ممكن فقط تحفظوا غير هذه الخطوط وغادي تختزل عليكم الأمور. فهمت؟ إذا
هنا عندي 7.28 متر على الثانية. إذا ضربتها في 3.6 كم تساوي؟ دونك بالمحسبة دائما 7.28. دائما تناخذ جوج أرقام وراء الفاصلة. إذا كانت الفاصلة بزاف ممكن تاخذ جوج أرقام وراء الفاصلة. دونك فوا 3.6. دونك هي 26.20. خديت جوج أرقام وراء الفاصلة. كيلومتر باغ اور. فوالا إذا هنا تساوي 26.20 كيلومتر باغ اور. فوالا دونك هذه هي السرعة ديال هشام الكروج بالكيلومتر على الساعة. هذه راه السرعة المتوسطة أثناء الجري ديالو. كاين الطريق اللي مشى به 80، كاين الطريق اللي مشى به 80 ما يمكنش يوصلوا للإنسان، مشى به ب 40 إلى آخره. كاين الطريق اللي بقى تيتمشى غير بشوية، كاين الطريق اللي تيتمشى فيه غير المشي. يعني هنا كل طريق فاش تيتمشى حنا حسبنا ليه المعدل ديالو، السرعة المتوسطة ديالو هي 26.20. مفهوم؟ إذن هذا هو الفقرة الأولى من الدرس، السرعة المتوسطة، ودرنا تمارين. الآن غادي ننتقلوا إلى الفقرة الثانية من الدرس، لا ناتور دو موفمون. Alors شفنا الفيتاس هي الآن ناتور دو موفمون. ناتور دو موفمون. شنو هي ناتور؟ ناتور هي طبيعة الحركة. انتبهوا، كنتو شفتوا في الفيديو السابق اللي مازال ما شافوش راه ممكن يلقى سميتو الرابط في صندوق التعليقات، في صندوق الوصف ولا في التعاليق. اذا هنا طبيعة الحركة كنتو شفتوا لي تيب دو موفمون، تيب دو موفمون، انواع الحركة. شنو هي انواع الحركة اللي شفتوا؟ شفتوا موفمون دو ترانسلاسيون، وشفتوا موفمون دو روتاسيون. موفمون دو ترانسلاسيون فيها ثلاثة انواع: ترانسلاسيون ريكتيلين، ترانسلاسيون كوربيلين، ترانسلاسيون سيركولير. مفهوم؟ اذا هنا غادي تشوفوا الان ناتور دو موفمون، طبيعة الحركة، ماشي انواع الحركة. خاصكم تفرقوا بين طبيعة الحركة وانواع الحركة. فوالا دونك هنا انتبهوا، شنو هي انواع الحركة اللي كاينين؟ كاين حركة متسارعة، موفمون، بقى يكتب موفمون على هذا الشكل، MVT كاختصار موفمون. دونك موفمون اكسيليري، ثم موفمون retardé, ثم موفمون uniforme. نشرحو كل وحده باللغه العربيه. اكسيليري تنقولوا كسيري. كسيري هي انك تزاد السرعه ديالك، يعني متسارعه. غوطاردي يعني متباطئه، ملي تتبرك على الفران السياره غادا وتتنقص في السرعه. اونيفورم يعني منتظمه. شنو هي منتظمه؟ اي ان السرعه كونستانت، السرعه ثابته. يعني بركتي على الكسيره وخليتيها في واحد النيفو، غاديه السياره بانتظام. مثلا غادي في 100 ومده وانت غادي في 100، يعني غادي في 100 بواحد السرعه ثابته. اذا هادو غنبينوهم لكم في واحد لانيماسيون في البيسي، نشوفوها دابا. ها هي. دونك هادي لا ناتور دو موفمون. دونك غنبداو بالحركه اكسيليري.
الحركة المتسارعة. دونك هنا غادي نبقاو نلتقطوا صور في كل 10 ثواني، يعني بين نقطة A وB اللي غادي نشوفو من بعد بيناتهم 10 ثواني، ما بين B وC 10 ثواني. لاحظوا، السيارة كانت غادا بسرعة بطيئة، ثم بقات تتزاد السرعة ديالها، مفهوم؟ إذا هنا المسافة تتزاد، لأنه هنا غادي بواحد السرعة قليلة قطع لينا مسافة قليلة، قطع لينا مسافة قليلة. هنا السرعة تزادت شوية، قطع لينا في نفس المدة 10 ثواني، قطع لينا مسافة كبيرة شوية. هنا في نفس المدة قطع لينا مسافة أكبر، مفهوم؟ إذا هنا متسارعة، السرعة تتزايد. أكسيليري هادي. الآن غنمشيو للمتباطئة، العكس ديال المتسارعة. كان غادي بسرعة كبيرة، يعني تيقطع في 2.5 ثواني، تيقطع مدة كبيرة، مسافة كبيرة، ثم هنا عاوتاني مسافة أصغر، ثم هنا تتقلال المسافة اللي تيقطعها في 2.5 ثواني، مفهوم؟ ثم هنا الحركة المنتظمة، السرعة ثابتة، يعني أن المسافات متساوية في نفس المدة، مفهوم؟ إلا سولتك دابا شنو هي المدة ما بين A و C، غتقول لي هي 5 زائد 5، مفهوم؟ إلا قلت لك شنو هي المدة ما بين A و D، هي 5 زائد 5 زائد 5 هي 15. أيضًا راح نفس الشيء بالنسبة للمتباطئة ومتسارعة. لاحظوا هنا عندي 2.5 سكوند، 2.5 سكوند، يعني المسافة ما بين A و C هي 5 ثواني، 2.5 زائد 2.5، مفهوم؟ أيضًا نفس الشيء بالنسبة للحركة المتسارعة، يعني أيضًا هنا 2.5 2.5 2.5 إذًا 10 10 هنا 10 هنا 10 هنا، دونك المدة بيناتهم هي لو طون écoulé، المدة المستغرقة هي 30 ثانية. هذا كل ما في الفيديو، نوقف هذا كل ما في الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم. نلتقي في درس مقبل وهو la sécurité routière، يعني الأمان الطرقي، السلامة الطرقية. نشوفوا فيها بعض الأشياء الأخرى، la distance de réaction، la distance de freinage et la distance d'arrêt. فوالا، شكرا وإلى اللقاء. أتمنى أن تشتركوا في القناة لتتوصلوا بالجديد.